هذا الحلوى اللي غادي ديري بها حلا هذا كنت سميتها قلوب الشوكولا لانها تجي معمره بالشوكولا، تجي تذوب في الفم مع واحد الكريمه اللي تجي بزاف خفيفه. نبداو على بركه الله. في ريسيبيون نديرو 250 غرام من الزبده مع كاس ناقص اسبوعين من السكر كلاص، ونضربوا كامل المكونات تاعنا بالباتور ونهبطوا على الجوانب. نضيفوا لهم بيضه وصفر بيضه اللي يكونوا بدرجه حراره الغرفه، نزيدوا نضربوهم جيدا ونهبطوا على الجوانب. نضيفوا كاس ناقص اسبوعين من النشا او المايزينا، نضربوهم جيدا حتى يختفوا لنا، ونجيو نضيفوا لهم ملعقه كبيره من الكاكاو اللي تكون مغربله، ونكملوا نضربوا كامل المكونات حتى يجانسوا لنا ونتحصلوا على هذه الكريمه. نجيو نضيفوا الفرينه تاعنا بالتدريج، نضيفوا الكاس الاول مع نصف ملعقه صغيره من خامه الحلويات، ونطموا العجينه تاعنا كامل غير بالاصابع اليد بهذا الشكل حتى نتحصلوا على عجينه اللي تكون طريه بهذا الشكل. نغطوهم بالبابي فيلم ونحطوهم على العجين. فوق كيس بلاستيكي نفتحوا العجينه تاعنا على سمك اللي يكون متوسط، وهنا نجيبوا الطابع تاعنا. انا خيرت هذا الشكل شكل القلب، وانتم خيروا اي شكل يكون متوفر عندكم. نطبعوا كامل الكميه تاعنا ونقلبوا العجينه تاعنا ونرفدوا الحبات تاعنا، نحطوهم في سنيوال اللي درنا لها ورق الطهي، وندخلوها من الفرن على 160 درجه. كي تشوفوهم نشفوا لكم وداو لكم هذيك التحميره من الاسفل ننزعوها. الكريمه نديروا 120 غرام من الزبده اللي تكون بدرجه حراره الغرفه مع 60 غرام من السكر كلاص ومع 2 ملاعق كبار مملوئين جيدا من الشوكولا، ونضربوهم كامل حتى تضاعف لنا الحجم تاعها ويتغير اللون تاعها بهذا الشكل. ونروحوا نعمروا الحلوى تاعنا. نديروا كميه من الكريمه الزبده ونضيفوا لها كميه من الشوكولا في المنتصف بهذا الشكل، ونسويو الحواف تاعها. نكمل الكميه تاعي بنفس الطريقه ونروحوا نوجدوا الكلاصاج تاعنا. السر اللي يخلي الشوكولا تاعكم تلمع، في 200 غرام من الشوكولا ضيفوا لها 4 ملاعق مملوئين جيدا من الزيت وخلطوهم جيدا حتى يجانسوا لكم كامل. ونكمل نقلاصي كامل الحبات تاعي كيما موالفين، ونجو نزينوهم بهذه الطريقه. انا زينتهم بهذا التزيين البسيط والراقي، وانتم زينوهم باي شيء يكون متوفر. هذه هي الوصفه تاعنا. ما تنسوش تخلوا لي جيم وكومونتير وتبارطاجوا هذه الوصفه مع اصحابكم والعائله.